مستمعي الجزائرية للصحافة، موجز لأهم الأخبار. أهلا بكم. أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة اعتماد طرق ومناهج علمية حديثة تمكن من تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بإدارة الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن تاريخ الجيش الوطني الشعبي يزخر بمواقف مشرفة في هذا المجال، فلم يقتصر دوره على معركتي الدفاع والبناء فحسب، بل تعداه إلى المشاركة في المجهود الوطني الرامي إلى وقاية من الكوارث واحتواء آثارها بعد حدوثها وحماية الأرواح والممتلكات، على غرار مشاركته الفعالة في محو مخلفات الزلزال الذي ضرب منطقتي شلف سنة 1980 وبومرداس سنة 2003، وكذلك فيضانات باب الواد بالعاصمة سنة 2001. ومن جهة أخرى، شددت مجلة الجيش في عددها الأخير على أن قيام بعض الأطراف بتهديد أمن المنطقة يشكل تهديدات وإن كانت غير مباشرة تحتم على الجزائر الاستعداد لمواجهتها بالنظر إلى التزاماتها الإقليمية ومبادئها الثابتة في نصرة القضايا العادلة. كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي 2020-2021 المقررة في 15 من ديسمبر القادم قد تم ضبطها بنسبة 95%، لتبقى فقط عملية ضبط التحويلات بين الجامعات. وإلى الشؤون الخارجية، يترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوغادوم هذا الاثنين عن طريق تقنية التواصل المرئي إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل أشغال الاجتماع 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، إلى ذلكم الحين كان معكم ميكروفونيا أحمد باي بالقاسم، في أمان الله.